السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني، ومعاكم قناة أنا وطيورو. راجعة لكم النهاردة بقى بفيديو جديد. زي ما انتم شايفين كده مفضية العشة خالص ومخرجة الكتاكيت بره العشة زي ما انتم شايفين كده بصعوبة جدا. طبعا ان انا خرجتهم بره العشة، بس انا كنت مجوعاهم. وقد ايه لما الطيور بتبقى جعانة يعني زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك، انا ببقى سعيدة جدا وانا شايفاهم هم جعانين. طبعا بجوعهم عشان اعرف مين اللي بياكل مين اللي ما بياكلش، مين العيان. فالحمد لله كلهم بصحة كويسة. اللهم بارك. يعني مش مهم اللي راح مني، المهم اللي موجود ربنا يبارك لي فيه. زي ما انتم شايفين كده بقى، كان لازم اخرجهم بره العشه عشان اقدر انضف العشه كويس. لان طبعا اهم شيء في التربيه النظافه، ثم النظافه ثم النظافه طبعا بعد الاكل والشرب. لكن هتقولي لا انا باكلهم كويس وبشربهم كويس والعشه مش نظيفه، مش معاكي نهائي. يعني الطير سبحان الله بيحس زي البني ادم بالظبط ان انت نظفتي المكان. حتى لما بنضف عند الطيور الكبيره بيسيبوا بره ويخشوا يقعدوا جوه، بيبقوا فرحانين ومبسوطين، وانا ببقى حاسه ان هم فعلا فرحانين ومبسوطين ان هم بيلعبوا بيتنططوا قدامك. آه، دي بتبقى لغه بين صاحب الطير وبين الطير نفسه. زي ما انت بيبقى عندك اي حاجه بتربيها بتبقي حاسه بيها. فطبعا زي ما انتم شايفين كده، طبعا الجو حر خالص. انا خرجت لهم سقايه الميه عشان طبعا على ما انضف جوه ما يعطشوش. وعشان يبقى عندهم اكلهم وشربهم، ما يحسوش ان هم خارجين في مكان غريب. ان شاء الله برضو لما يكبروا شويه هبدا اخلي المكان ده هو المكان بتاعهم، ان هم افتح لهم العشه ويبداوا يخرجوا شويه بشويه. وطبعا في الفيديو بتاع النهارده قررت خلاص قرار نهائي ان انا هذبح الديك الكبير. لان زي ما انتم شايفين كده ظهر في الكتاكيت بتاعتي ظهر فيها ديوك. فقررت ان شاء الله ان انا هذبح الديك الكبير وهنستنى بقى لما تطلع لنا ديوك من هنا. زي ما انتم شايفين كده العشه، فتحت العشه بعد ما نضفتها. انا وريتها لكم قبل النظافه. فتحتها وحطيت لهم علف جديد وحطيت لهم الميه، غيرت لهم سقايه الميه، شطفتها كويس جدا. وغيرت لهم. بصوا يعني هم عمالين يلعبوا في الارض وفرحانين ومبسوطين. بصوا اللي هي الكتكوت اللي هيقعد وكتكوت. هم برضو بيبقوا عندهم رهبه من ان انا ببقى واقفه على الباب مش مدياهم راحتهم، بيبقوا خايفين مني. زي ما انت شايفين كده بقى، غيرت لهم العلف وغيرت لهم التبن بتاع اللي انا حاطاه. لان قال لكم انا بحط التبن عشان يحميهم منهم من المسلح. وفي نفس الوقت ان هم يلاقوا حاجه الكتاكيت بتحب الحاجه اللي تفضل تنكش فيها كده. يعني ما تحبش ان هي تبقى في مكان فاضي. وكمان عشان لما يعملوا حمام ما يبقاش هم يعني تحتيهم في وساخه. لا، التبن بيخلي الحمام البراز اللي هم بيعملوه بينشف على التبن، فما بيبقاش عامل لهم اي مشكله. زي ما انتم شفتوا في بدايه الفيديو كان التبن ده كله كان فيه البراز بتاعهم بس ناشف يعني من الحر. بصوا عندكم كتكوت قاعد اهو، هو حاسس بالنظافه. يعني حاسس فحب يقعد. هم مش من عادتهم ان انا اطلع الاقي حد قاعد ولا بتاع، بس زي ما انتم شايفين كده ده قاعد وده مبسوط. والجعان طبعا غيرت لهم العلف نهائي من الاول وحطيت لهم علف. وان شاء الله هغير لهم التش الصغير ده. هجيب لهم علافه عشان يبقوا كلهم حوالين داير، ما يبقاش حد عايز ياكل ومش لاقي مكان. فان شاء الله في الفيديوهات الجايه هغير لهم العلافه وخطوه بخطوه معاكم. زي ما انتم شايفين كده. وسقايه الميه برضو هحاول اغيرها لان هي صارت عليهم هما بيخلصوها. يعني بقى هحطها لهم 3 مرات في اليوم. واهم شيء طبعا الميه ثم الميه ثم الميه، لان الطير ده صغير. زي ما انتم شفتوه كتاكيت عمره يوم في الفيديو اللي فات. طبعا النهارده حوالي عندهم 13 يوم. فاللهم بارك. صحتهم كويسه وزي الفل. وهتابع معاكم لحظه بلحظه. اي حاجه تحصل هتابعها معاكم. انا ما كنتش بصور معاكم الكتاكيت اللي بتموت عشان كان كل يوم كل يومين كان كتكوت يموت، فما كانش بينفع ان انا اصور. فكنت باخده خلاص بشيله وبخلي الكتاكيت الباقيه. فحبيت بقى خلاص لما لقيت ان هم بدأ خلاص يعني اطمنت ان كلهم الباقيين كويسين. فقررت ان انا اصور معاكم واوريكم يعني احوال الكتاكيت بتاعتي عامله ازاي واعمارهم عامله ازاي. فان شاء الله هغير لهم المره الجايه باذن الله، هصور معاكم واغير لهم الطشت ده واجيب لهم معلفه للاكل. وهحاول اغير لهم برضو كل الميه. انا ما عنديش سقايه ميه، بس هشتري لهم سقايه ميه ان شاء الله. ولان هي هتنفعني. انتوا عارفين زي ما انتوا عارفين ان انا بحب تربيه الطيور. فالعلافه هتنفعني. ما تقوليش على حاجه انت هتجيبيها وهركنها، لا، طول ما انت بتحبي تربيه الطيور وبتحبي تربي هتنفعك في المره الجايه واللي بعديها. وبعدين الحاجات كل حاجه ليها عمر، ده بلاستيك. وكل حاجه ليها عمر. زي كان عندي في تصوير الكتاكيت كنت بوريكم ان انا حاطه واحده جوه واحده عشان اتكسرت لوحديها.
فاتمنى فيديوهاتي تعجبكم، وزي ما انتم شايفين كده بدأ يظهر الديوك من البلالينا، وان شاء الله هصور لكم فيديوهات، استنوني. ظهر فعلا ديوك من البلالينا، وخلاص انا قررت ان انا اذبح الديك، هصوره معاكم ان شاء الله. هوريكم ان انا خلاص قررت ان انا اذبح الديك بتاعي، ولحظة بلحظة معاكم في كل فيديوهاتي وفي كل حاجاتي. بحبكم في الله، أتمنى كل فيديوهاتي تعجبكم وتنور رضاكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك، وما تنسوش باقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتظروني في الفيديو الجاي إن شاء الله، هوريكم الديك إن احنا خلاص هنذبحه، وهوريكم إن شاء الله الطيور بتاعتي وهي أكبر من كده إن شاء الله. فانتظروني في الفيديو الجاي، اتمنى فيديوهاتي تعجبكم وتنور رضاكم. استودعكم الله لا استوديع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش في اللايك والشير والاشتراك. بحبكم في الله. السلام عليكم.